أهلا بيكم في مطبخ توتي. برحب بكل متابعين الجداد وبرحب بكل متابعين القناة. هنعمل مع بعض وصفة سهلة جدا لذيذة جدا هتستغني بيها عن الجلاش. أوعدك هتعمليها كتير. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ودعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل إشعار جديد بكل وصفة أنا بعملها إن شاء الله. هبتدي على طول بالعجينة. أنا استخدمت كوباية من الدقيق، ودي اللي أنا استخدمته متعدد الاستخدامات. هبتدي أنخل الدقيق بتاعي عشان لو في اي شوايب اتخلص منها، وفي نفس الوقت ادخل هواء للعجينة بتاعتي. هضيف للدقيق ذرة من الملح وذرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من السكر. ما تكتريش السكر عشان العجينة لما تيجي تحمريها في الزيت ما تاخدش لون بسرعة، يعني تاخد لون هادي كده بالتدريج عشان تبقى مقرمشة معاكي. هخلط على الجاف بقى السكر والفانيليا والملح مع الدقيق. على الجاف هيتخلطوا اسرع. وبعد كده هبتدي اضيف الزيت، وانا هستخدم حوالي 3 معالق كبار من الزيت، 3 معالق مش مليانين. الزيت هيساعدني على مط العجينة وانها ما تقطعش وقت الفرد. هخلط الزيت بالدقيق كويس جدا بالمعلقة الاول، وبعد كده هستخدم اطراف الاصابع ان انا اغلف الدقيق بمعلقتين او 3 معالق الزيت. دي خطوة مهمة جدا لان الزيت زي ما قلت لكم هيخلي العجينة تمط وما تتقطعش. هستكفي لحد هنا بالمعلقة، بس قبل ما اعجن هضيف معلقة كبيرة من النشا. النشا هيديني قرمشة لذيذة جدا للحلوى بتاعتي. اتبعي نفس الخطوات اللي انا بعملها وهتحصلي على نفس النتيجة. انا دايما بعمل لكم وصفات سهلة ونتيجتها مضمونة وحلوة. حتى لو اللي بيجرب الوصفة بتاعتي حد اول مرة بيدخل المطبخ، او حد اول مرة بيعمل حلويات، وصفاتي هتظبط معاكم جدا ان شاء الله. انا هضيف بقى ميه بالتدريج اعجن العجينه. انا استخدمت حوالي نص كوبايه من الميه، لكن ضفتها بالتدريج علشان في دقيق بيشرب السوائل وفي دقيق لا، فعشان العجينه ما تطراش معايا انا هضيف الميه بالتدريج. وانا عايزه العجينه تبقى جامده شويه، ما تبقاش لينه، ما تبقاش بتلزق، علشان تساعدني في الفرد. هستخدم بقى ايديا في عجن العجينه، اعجنها كويس جدا لحد ما تلم معايا وتفك من الطبق ومن ايديا، وهسيبها حوالي 10 دقايق ترتاح. ودي خطوة مهمة جدا، العجينة لما ترتاح بتساعد جدا في الفرد. انا هفردها بالنشا مش بالدقيق. النشا هو اللي هيساعدني بقى في توريق العجينة واظهار الطبقات اللي فيها. هاخد رشة كمان على العجينة من فوق من النشا، وهبتدي افردها الاول بايديا، بعد كده هستخدم فردة العجين. الدقيق عشان نوعه كويس وعلشان ريحت العجينة بتتفرد معايا بكل سهولة. مش ضروري تستخدمي مفرش سيليكون زي ما انا عاملة. ممكن الرخامة بتاعتك نظيفة صبنيها ونشفيها كويس ورشي عليها النشا وابدأي فرد العجينة. بس انا عندي المفرش السيليكون ده بيساعدني جدا في عمايل الحلويات. هفرد بقى العجينة على قد ما اقدر، ارققها جدا جدا. هكبرها اكتر من كده كمان. كل ما تفردي العجينة وتخليها رقيقة هتورق معاكي اكتر، تديكي طبقات اكتر وتديكي هشاشة وقرمشة. انا فردت العجينة، هستخدم معلقتين كبار من الزيت هفردهم على العجينة. هغطي سطح العجينة كلها بالزيت. انا هستخدم فرشة، ممكن تستخدمي ايديكي يعني زي ما تحبي. فردت كده الزيت كويس جدا، ما تكتريش عن المعلقتين، يعني احنا مش محتاجين كمية كبيرة. وهضيف بقى حوالي معلقتين كبار من النشا هفردهم على العجينة. انا رشيتهم كده بالصفاية، وبعد كده هوزعهم على العجينة كلها. لازم العجينة تتغلف بالنشا،
تغليف العجينة بالنشا هو اللي هيديني التوريقة والطبقات، وهو كمان اللي هيديني القرمشة بعد التسوية. يعني الحتة اللي بتبقى فاضية وما فيهاش نشا انا بحط لها نشا، وهنا بقى استخدمت ايديا هتحس اكتر بالمناطق اللي ما فيهاش نشا. بوزع النشا كويس جدا زي ما انتوا شايفين. كوباية دقيق واحدة هتعمل لنا طبق حلويات لذيذ جدا ومقرمش جدا وهش جدا وطعمها حلو قوي. وصفة فعلا هتغنيكي عن الجلاش، احلى من الجلاش بكتير. هلف بقى العجينة بتاعتي رول زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هبتدي اقطعها وحدات متساوية، يعني حوالي سنتي ونص كل قطعة. عرض القطعة سنتي ونص. المرحلة الجاية هوريكم بقى ازاي تشكلوا وحدات العجين دي بعد ما قطعناها. هفصل بقى وحدات الحلوى بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، ما بتتلزقش في بعضها خالص، الطبقات بتاعتها باينة زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بعد كده بقى افردها. عندك اختيارين، انا هنا قربت عشان اوريكم التوريقة. الفرد بقى ليكوا اختيارين، يا اما بايديكوا يا اما بالفرادة. بايديكي كده هتضغطي ضغطة في النص بس كده. ده كده شكل. بصوا لما تضغطوا عليها الورق التوريقة بتبان ازاي. يا اما هتفرديها بقى بالفرادة بتاعت العجين زي ما انت شايفة كده. انا بفضل الشكل ده بيبقى رقيق اكتر، لكن الشكل التاني بيبقى سميك شوية. انا بحبها خفيفة كده، بتقرمش اكتر وبيبقى شكلها ظريف في التحمير وفي التقديم. شايفين التوريقة بتاعتها باينة ازاي. انا بقى هعمل كده بكل العجينة. نصيحتي ليكي لما تعملي الوصفة دي جيبي دقيق متعدد الاستخدامات او مخصص للحلويات عشان يساعدك في الفرد. خطوة النشا في التوريق مهمة جدا، ما ينفعش الدقيق هيخلي الطبقات تلزق في بعض، لكن النشا هيورقها وهتظهر التوريقة وقت التحمير في الزيت. الفانيليا مهمة جدا، احنا مستخدمناش بيض، لكن الفانيليا هتديكي نكهة جميلة لطبق الحلويات اللي انت هتعمليه. ريحي العجينة بعد العجن، ده هيساعدك جدا في الفرد وفي التشكيل. ولما تعجنيها اعجنيها كويس جدا برضو، ده هيساعدك في الفرد وفي التشكيل. لما تيجي تعجني العجينة ضيفي المية بالتدريج عشان العجينة ما تطرش معاكي. احنا عايزين العجينة جامدة شوية. هنا انا خلصت وحدات الحلوى بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين، بقت بالشكل ده ومورقة كده زي ما انتوا شايفين بعد الفرد. والتوريقة دي هتبان اكتر وقت القلية. انا هقليها على درجة حرارة متوسطة، مش سخنة قوي عشان ما تاخدش لون بسرعة، تاخد راحتها في السوا، لان الزيت لما يدخل بين الطبقات هو ده اللي هيديني التوريقة زي ما انتوا شايفين كده. وكمان ما تكتريش عدد وحدات الحلوى اللي هتحمريها في الزيت علشان تاخد راحتها كده في التحمير. شايفين الحلوى اول ما بتاخد سخونية الزيت بتبتدي تطفو على سطح الزيت، ما بتفضلش قاعدة في القاع الطاسة. طبعا هي محتاجة تقليب مستمر، التقليب هيخلي الزيت يتخلل بين الطبقات، هيديكي بقى الهشاشة وهيديكي القرمشة. شايفين الحلوى كلها انتفخت وطلعت فوق سطح الزيت ازاي. النار متوسطة زي ما قلتلكوا لحد ما تاخد لون ذهبي زي ما انتوا شايفين كده. ما تغمقهاش عن كده، اللون ده مناسب جدا ويبقى شكله حلو كده في طبق التقديم. شايفين بقى الوحدات انتفخت وطبقت والرقات بانت ازاي. انا هقرب لكم عشان تشوفوها كمان. شايفين بقى ورقت ازاي وبقت جميلة، لونها ذهبي جميل جدا، مقرمشة جدا جدا.
هشة جدا جدا، ده البديل الارخص والاوفر لاي صنف حلويات عايزة تعمليه بالجلاش. عايزة حاجة حلوة، ما عندكيش اي حاجة، ما عندكيش اي امكانيات، هي كوباية الدقيق وشوية الزيت هتعملي طبق حلويات رائع جدا. الوصفة عجبتني جدا جدا، لما عملتها كانت ناجحة قوي، طعمها حلو قوي قوي، جربوها ان شاء الله هتظبط معاكم. العسل بقى اللي انا حطيت فيه الحلوى بتاعتنا هو عسل تقيل سميك، كوبايتين السكر عليهم كوباية ونص من المية، غلوا حوالي 10 دقايق، ومعاهم عصرة ليمون وذرة من الفانيليا. انا كنت يعني بغطس كده وحدات الحلوى بتاعتي في الشربات او في العسل الحلويات، يعني حوالي نص ثانية، وبعدين بقلبها على الناحية التانية 30 ثانية، وبقلبها على الناحية التانية يعني اقل من دقيقة القطعة الواحدة. حابة تسيبيها فترة اطول في العسل هتشرب اكتر، لو حباها معسلة قوي، بس هو يا دوب كده تاخد عسل من كل جنب وتطلعيها صفيها كويس جدا، لان العسل الزيادة هتخليها تطرى. طبعا الحلوى بتاعتنا كانت دافية، والشربات ساقع، او يبقى العكس، يعني اي حلويات يا اما الشربات ساقع يا اما الحلويات سخنة او العكس. شايفين شكلها قمر وجميل ازاي؟ انا ضفت لها كمان الحلوى بتاعتنا رشة من السمسم كده، وده اختياري، مش حابة ترشي سمسم مفيش مشكلة، مش حابة السمسم وحابة تضيفي جوز هند هتبقى حلوة برضو، مش حابة تضيفي حاجة خالص هي لوحدها طعمها قمر وعسل. جربوها واكتبولي في التعليقات لو جربتوها وعجبتكم، واللي جربها بطريقتي وتنجح معاه وتعجبه يدعيلي دعوة حلوة. شايفين شكلها من قريب جميل ازاي؟ هشة ومقرمشة ومعسلة، يعني حاجة تحفة، واو 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 بصراحة يعني. اتمنى تجربوها وتكتبولي في التعليقات. عايزة اوريكم بقى لما نكسرها لان هي ناشفة الطبقات بتبان ازاي، هشة جدا ومقرمشة جدا جدا، وصفة ناجحة وجميلة وموفرة واقتصادية، وهتعجب ولادك جدا جدا. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشيروه، ودعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل اشعار جديد بكل وصفة انا بعملها ان شاء الله. زوروا قناتي هتلاقوا فيها وصفات كتير سهلة ولذيذة وحلوة زي ما انتم متعودين مع مطبخ توتي. سلام.